السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو غادي نوجهو لكاع اليوتيوبرز اللي كاينين هنايا باش ينشروا هذا الفيديو هذا، وكاع لهادوك اللي كيقولوا لك باللي حنايا الهدف ديالنا من القناه كنعاونوا المهاجرين، لهذاك ولا لهاديك اللي كيقولوا لك حنايا كنوجهوا الخطابات ديالنا للناس اللي جايين جداد وما عارفينش وهادي وهادي وهادي. جبنا لكم عينا ما نجيبوا لكم في المواضيع الا كنتوا فعلا باغيين تعاونوا روسكم وتعاونوا المهاجرين. اليوم غادي نتطرق لكم لواحد الموضوع اللي هو مازال ما تطرق ليه حتى شي واحد، وما كنظنش غادي تطرقوا ليه لان ما عندكمش داك الكوراج باش تطرقوا ليه. كتبقاو غادي لنا غير الحراقه وهادي وعينا ما نجيبوا لكم في المواضيع. نهار الجمعه مشى واحد السيد كنعرفو، مشى يبدل الباسبور، ما عندوش الوراق. وهذا الفيديو هذا راه ماشي غير للناس ديال اسبانيا، راه موجه للناس ديال اسبانيا وموجه حتى للناس ديال اوروبا. مشى يبدل الباسبور، كيتفاجئ كيقولوا ليه انت ما عندكش الوراق، خاصك دير واحد التصريح ديال الشرف وتسنى على ما يجاوبونا من المغرب. هذا الشيء ما كانش قبل، هذا التصريح بالشرف ما كانش قبل. وحاجه اخرى، ملي غيدير هذا التصريح بالشرف غيبقى يتسنى، يقدر يجاوبوه يقدر ما يجاوبوهش. ماشي يعني بشحال هذه كتمشي كدير سميتو ديالك، كتسجل في القنصليه، كتمشي كتشد الباسبور ديالك الا تسالى، كتمشي كتقول لهم راه بغيت نجدد الباسبور، كيشدوه لك، يا اما كيعاودوا كيديروا الطبعه او لا كيزيدوا يعني كيعطيوك واحد جديد. المهم فاش قالها ليا يعني ما كملاش هذا الشيء، راه كنقول لكم نهار الجمعه ما كملاش، هو وقع ليه المشكل نهار الجمعه وعاودوا ليا هو البارح. ما كاملاش تقريبا ثلث ساعه كندخل للدار كنفتح اليوتيوب كنلقى واحد الكومونتير ديال واحد البنت قالت لي نفس الديكور، قالت لي اشنو واقع، واش كاينين شي تغييرات في الباسبور بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوراق. قلت لي راه يلاه دابا واحد نص ساعه راه نفس سميتو، ولكن ان شاء الله راه غدا غنتصل. انا اليوم نهار الاثنين اتصلت بالقنصليه، الرقم ديال القنصليه، واتصلت حتى بالرقم الاخضر. ملي اتصلت بالقنصليه بقيت كنسول فيهم كيقول لك لا راه خاص يدير واحد التصريح بالشرف وهادي. قلت له ولكن ما كاينش شي منشور اولا ما كاينش شي حاجه علقتوها لنا في سميتو، علقتوها في القنصليه باش الناس تعرف. قال لك لا راه كل هادي. والمهم بقى كيجلي الهضره لا وهادي لا وهادي. في الاخر فاش بقيت كنزيد نسولو قال لك حنا راه ما بقيناش كنجاوبوا على هذه الاسئله، الا ما بقيتوش كتجاوبوا على الاسئله حيدوا داك التليفون. هذه هي الاولى. قال لي غادي تتصل بالرقم الاخضر. اتصلت بالرقم الاخضر، تواصلت معايا وحده، راه كنت غنسجل الموضوع ولكن هاني جايكم في الاخر راه غتعرفوا علاش. كنت غادي نسجل الهضره ولكن ما سجلتهاش. فاش تواصلت معايا قالت لي راه كل قنصليه على شنو واقع، كل قنصليه والقانون ديالها. قلت لها ما كايناش هذه القضيه هذه، كل قنصليه ما كايناش. كاينه قنصليه وحده اللي هي كتمثل المغرب وهي وزاره الخارجيه اللي كتعطي اوامر وكتعطي قوانين واحده. ما يمكنش لان ما كاينش باسبور تابع لبيلباو وباسبور تابع لغاليسيا وباسبور تابع لالميريا وباسبور تابع لهذا، ولا ما كاينش واحد لاكارت تابعه لهذا وكل جهه بالمنطقه ديالها. كاين قانون واحد. التمبر اللي كنخلصوه كاملين، الباسبور الخضر اللي كنشدوه كاملين، زائد يعني كاع داكشي اللي كيتوفر في هذه القنصليه كيتوفر في قنصليه اخرى. قالت لي على اشنو واقع. قلت لها راه واحد الدري كيفاش راه مشى باش يدفع الوراق باش يبدل الباسبور وطلبوا منه حسن داك سميتو التصريح بالشرف. قالت لي لا راه ممكن خاصو يتسنى وهادي وما نعرف واش غيبدلوا ليه ولا ما يبدلوا ليش. واخايت فاش قلت لها المهم هو راه حراق وهادي، قالت لك هو اصلا ما عندوش الحق. كيفاش ما عندوش الحق؟ عنده الحق، ما عندوش الحق في الدوله ديال اسبانيا انه يصاوب الوراق ديال اسبانيا، ولكن عنده الحق في اي وثيقه خاصو يمشي يصاوبها وبالشرف ديالو، لان هذيك القنصليه جات لهنايا باش تخدمنا حنايا، ماشي حنا اللي غنمشيو نخدموها، هي جات باش تخدمنا هنايا، هي جات باش تجري على المصالح ديال المهاجرين. كدوله صغيره جات باش تخدم مصالح ديال الشعب ديالها داخل دول اوروبيه او داخل دول افريقيا كما بغات تكون. المهم بقيت متبع معاه، قلت لها صافي المهم الا سميتو الا كل، قالت لك لا في الاخر المهم راه خاصو يتسنى يدير التصريح بالشرف. هذا التصريح بالشرف ما كاينش. باش تعرفوا هذه القضيه هذه حتى الا كان غيكون خاص يديروا لنا المنشور. وعلاش اصلا غادي يكون؟ واش انا غادي نجيك بلا كارت ناسيونال مغربيه ونزيد عليها التصريح بالشرف باش نخلص 5 الاورو زائد 95 اورو اللي كاينه كنخلصوا على الباسبور؟ علاش غنخلص انا 100 الاورو على الباسبور؟ وحاجه اخرى غنزيدها لكم يعني فاش تواصلت انا مع هادو قلت لخاي ابراهيم، الاخ ابراهيم يعني وتحياتي ليه من هذا المنبر هذا، قلت ليه عاود اتصل انت بالقنصليه ديالكم تما في الميريا واتصل بالرقم الاخضر. هو اتصل بالميريا ما بقاوش ما كيجاوبوش، اتصل بالرقم الاخضر. وانتم غنخلي لكم الاوديو في الاخر غتسمعوا كلشي على ودنيكم وغتسمعوا يعني باش تشوفوا. لهذا الناس اللي دعموا فلان طاحت ليه السلسله، دعموا فلان تسرقات في الدار، دعموا فلان طاح ليه سميتو، هادو هما اللي خاصهم يتدعموا. هاد المسائل هاد الفيديوهات هما اللي خاصنا نطرقوا لهم الا بغيتوا تواجهوا سميتو. لا وانا ما ميركادونا انا ما نديرش عليها ما نقاطعهاش. وها حنا جبنا لك دابا قانون ديالك، ها هي الدوله ديالك كتخربق فيك،
ونوض يلاه نوض دير لنا شي موضوع، كون راجل ودير لنا شي موضوع، ولا انت كوني امراه حره وديري لنا شي موضوع على هاد القضيه هذه. قلتي ما كتمسكش انت حتى شي حاجه، ولا انت قلتي ما كتمسكش القوانين ديال اسبانيا حيت انت عايش بخير. وهو حنا دابا جبنا لكم قوانين اللي كتضايقنا حنايا كاملين. الباسبور القانون ديالو كاينه 500 درهم، ما كايناش 95 الاورو، كاينه 50 الاورو، ما كايناش 95. هذيك 95 قال لك اسيدي ترانسبور. علاش ترانسبور؟ انا كتجيني باكيت من الشينوا، ولا باكيت ديال فيه تقول تقريبا 20 كيلو، ويلا كنخلص عليه 4 الاورو. نقولوا عاد سيدي كتجيبوا لنا نتوما سميتو باسبور انا اللي ما فيه حتى شي حاجه، فيه 20 غرام اولا شي حاجه، نمشي نخلص عليه انا 35 الاورو ديال الزياده. علاش؟ فين جات هذه 35 ولا 45؟ فين جات على باسبور ديالي؟ كيجي الباكيت راه الدوله كتخدم، مادام انكم راك درتو يعني اثمنه، فهذوك الاثمنه داخل هذوك الاثمنه راه كتخلصوا فيهم. واصلا الا مجينا نردوا الاورو للدرهم راه ديما كتديو، راه ديما ديك 4 الاورو اللي كتاخذوا منا مثلا في التنبر، راه اصلا في المغرب راه كيدير غير 2 درهم ولا 4 دراهم، وانتم راه كتاخذوا 4 الاورو، يعني راه مخلصه والزياده. حاجه اخرى نطرقوا ليها، هذيك القضيه ديال شهاده السكنه، هذه راه ما كايناش. هذيك القضيه باش تمشي انت تصاوب الباسبور ديالك راه ما كايناش شي حاجه سميتها جيب شهاده السكنه هي الاولى. علاش؟ واش حنا جينا لهنا باش نتعاونوا بيناتنا، باش تعاونونا نتوما خدمه كما كتقولوا تقريب الاداره من المواطن، ولا جايين باش تعكزوا علينا الحوايج؟ كيفاش انا جاي لهنايا حارق وبغيت نصاوب الباسبور، كنمشي سميتو لايونطامينتو، كتقول لي لايونطامينتو خاصك تجيب لي الباسبور، وملي كنمشي انا للباسبور باش نصاوب سميتو نصاوب الباسبور ديالي وانا مغربي وجايب لكم كارت مغربيه، وكتقولي لي خاصك تجيب لنا لا كارت خاصك تجيب لنا شهاده السكنه، وانتم عارفين هذا الشيء. ديروا لنا، بغيتوا قانون ديروا لنا واحد النوطاريو اللي هو مغربي اسيدي، ونبقاو نكتبوا لكم. انا مثلا سكنت عند واحد المغربي، غنجيو حنا بجوج ونديروا تمايا الوكاله عند النوطاريو تمايا ب 4 الاورو ولا 5 الاورو، ما نخلصوش، ما تصيفطوناش للسبليون نبداو نخلصوا 80 الاورو 90 الاورو، حيت اصلا ما كايناش هذه القضيه هذه، غير نتوما اللي زدتوها. ديروا لنا نوطاريو فوسط القنصليه، وغنجيو حنا نخلصوا 4 الاورو، ويجي معنا حتى للدار باش يعرفني بلي راني ساكن تمايا مع هذاك السيد اللي غادي يضمني، اللي غادي يدير لي الكونطرا ويدير لي شهاده السكنه. هادو هما اللي خاصنا نطرقوا، خليونا من هذوك لا دير هذه وفي الاخر غير مسائل تعجيزيه. شي حاجه سميتها سميتو هذا جيب شهاده السكنه راه ما كايناش. باش الا بغيتو نهضروا على القوانين ديالنا ونهضروا على المسائل ديالنا، انا راه ما كيهمني هادشي حتى شي حاجه، باش نقولها لكم من دابا ما كيهمني حتى شي حاجه، كيهمني الباسبور غالي خاصني نهضر عليه. اما قضيه الحراق ولا شي حاجه فتنا من الحراقه، حتى انا ما كان حتى شي واحد كيهضر عليا، ولكن الا بغيتو تضامنوا وتكونوا يد وحده كما كنقول دائما، احنا سيدي خليو دابا الميركادونا، خليو هادشي اللي كنتو كتقولوا لا انا مع الميركادونا، غير عكس غير المغاربه بيناتنا غير واحد ضد الاخر، ماشي واخا ما عندك حتى شي مصلحه نتايا ضد الاخر، ضد واحد. علاش انا ما كتحملنيش ولا فلان ما كتحملوش؟ غير هادشي لان انا طرحت الموضوع ولا طرحوا فلان واخا فيه المصلحه ديالك كما ولو طارت معزه كما كنقولوا حنايا. باش دابا غير باش نتطرق لاخر نقطه، باش نتطرق لاخر نقطه في الفيديو، وفي الاخر راه غنحط لكم الاوديو باش تسمعوا ديال الاخ ابراهيم، راه سجل الاوديو باش تسمعوه كاملين بالنمره ديال الرقم الاخضر، وغنخلي لكم الرقم الاخضر هنا في الفيديو باش اللي بغى يتصل باش يتاكد من راسو يتاكد. الحراقه راه الا زدنا هنايا لقدام، اللي ما عندهمش اللي جاوا لهنا ما عندهمش الوراق او حرقوا الفيزا او شي حاجه، راه من هنا لقدام راه ما غاديش تبقاو تبدلوا الباسبور، غيولي داكشي القانون ديال الجزائر كما دارت الدوله ديال الجزائر مع المواطنين ديالها هنايا في اوروبا، راه داكشي اللي غيوقع لكم حتى نتوما. وخاصه هذا القانون هذا راه ما تدارش، علاش تدار؟ راه 100% تدار على البنات ديال ويلبا. باش الا بغيتو تهضروا هذا الفيديو هذا اللي بغى يهزو ينشروا يحطوا في القناه ديالو، ولا يهز ويعبر بالراي ديالو. المهم هو ما خاصوش يبقى، خاص يبقى كما كان، ما يبقاش تقليد عليك نتايا. هز ما قديتش حتى تهضر، هز هذا الفيديو هذا وحطوه ونشروا في الفيسبوك، في هذا في الواتساب، في لي جروب ديال الواتساب او في اليوتيوب او المهم خاص الصوت ديالنا يوصل. علاش؟ اكبر مهزله كما شفتوا كما حط الاخ ابراهيم البارح مثلا الفيديو ديال اخ النوش، فاش جاب الناس شراهم ب 10 دراهم او 100 درهم او 10 الاورو ولا 20 الاورو، حتى شي واحد فيهم ما تطرق للمشاكل ديال البيرمي، حتى شي واحد فيهم ما تطرق للمشاكل ديال هذا الباسبور هذا والغلاء ديالو، حتى شي واحد فيهم ما تطرق للغلاء ديال الاثمنه ديال الباخره ملي كنبغيو نهبطوا في الصيف، حتى شي واحد ما تطرق للمشاكل ديال الحراقه هنايا ولا القاصرين تطرقوا له. حتى شي واحد فيهم ما عطاش جمله مفيده، حتى شي واحد من هذوك اللي جاوا في ديك المجموعه ديال الاخ النوش جمله مفيده واحده حتى شي واحد ما عطاها. بغيتي فعلا تعاونوا المغاربه او تعاونوا كما قلتي، دير منشور في هذا، دير منشور في القنصليات اللي كاينين، في القنصليات الاسبانيه اللي قلتي، وقول كل نهار راه غندوز مثلا ولا كل يومين غندوز. غتقول لي ما عندكش الوقت، الا ما عندكش الوقت حتى حنا راه ما عندناش ليك الوقت. جيتي بغيتي تعاون فعلا،
خاصك تسمع المشاكل ديالنا، تسمع المشاكل ديال بنادم. دير منشور في هذا، في كل يعني في كل جهه، في كل القنصليات. كاينين 6 القنصليات او 7، كل نهار خصص لواحد الجهه، وما تعلمش ودير الجروب ديالك وتبدا تجيب الناس في الكار من المغرب ولا شي حاجه. لا، دير سميتو باش يجيو لك هنا الحراقه اللي كينعسوا في الزنقه، يجيوك الناس هنايا اللي كيعانيو واللي عندهم مشاكل هنايا على الوراقه ولا شحال من حاجه. دير وهذا الشيء كامل خاص باش يتناقش، ماشي باش تجي نتايا وتقول لي لا وهذه وحنا الليمون وحنا الحامض وحنا هذاك الشيء ديال الليمون وحنا الحامض ولا شي حاجه ما عندنا ما نديرو به. لان اصلا حتى واخا تكون 70% كما قلتي ولا المنتوج ديالنا ولا كيوصل 70% تقريبا بحال اسبانيا. ها هي اسبانيا الا كنتو كتقولوا بحال اسبانيا راه كتخلص 50 الاورو للخدامه وحنا كنخلصوا لهم 50 درهم. هادشي اللي كاين. المهم نتمنى وصلت الفيديو هذا، ما بغيتش نطول، غنخليكم مع الاوديو ديال الاخ ابراهيم والرقم الاخضر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بالمصالح القنصلية المغربية. للمواصلة بالعربية اضغطوا على الزر 1. Pour continuer en français, appuyez. في إطار مراقبة جودة خدماتنا، نخبركم أن مكالماتكم قابلة للتسجيل، كما أن معطياتكم قد تخضع للمعالجة. للمزيد من المعلومات يمكنكم التوجه إلى الموقع http://www.consulat.ma. خانة معلومات قانونية. خدمات قنصلية المغربية. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. عندي واحد الاستفسار الا كان ممكن. معنا كنعيش هنا في الاسبان، وسمعت واحد صديق ديالي كاين في غاليسيا، منطقه غاليسيا قريبه للبايس باسكو، انه مشى يجي تجديد الباسبور وطلبوا منه، يعني قال لك تغير، كاينو شي مسطره جديده، ان دابا قال لك خصك تصرح بالشرف ديالك واحد عمر واحد الاستماره وتسنى، مابقاش كيكون تجديد. فبغيت نعرف هادشي واش كامل في اسبانيا ولا في المنطقه بالذات. ما فهمتش زعما شنو، كيفاش تصرح بالشرف خاص بشنو؟ دابا السيد مات له الباسبور ديالو، بغا يدير ليه تجديد، يعني يجدد واحد جديد. فايت هو مشى جا تما. لا اول لا، هذا فايت، غير هو باقي مسكين ما صيبش الوراق ديالو ديال الاقامه. باقي ما صيبش الوراق الاقامه. وي وقال لك لا دابا راه ما نقدرش نسددو لك. هادشي على حسب الكلام اللي قال هو. فانا سولني وانا كنعيش في المنطقه ديال الاندلس، زعما كي بغيت نعرف واش نفس السيستيم ولا كاين شي تغيير. لا نقدر بعدا اول حاجه نعرف سمي ديالك كان ممكن. ابراهيم. ابراهيم داكشي على حسب الحاله ديال كل واحد وعلى حسب القنصليه، فهمتيني. نعم. هذيك على حسب لاجون واش كيحتاجوا، فهمتي. السيد يسافروا عاوتاني للمغرب، فهمتي، يتبوانتا يشوفوا، فهمتيني. دونك على حسب لاجون، على حسب الوضعيه ديال كل الحالات كيختلفوا. يقدر واحد اخر يجددوا ليه، واحد اخر يطلبوا منه واحد المده عاد يرجع. دونك على حسب الحالات. غير هو انا نعم كنسمعك. الله يخليك، اسمح لي قطعتك. قلت لك ملي ما يكونش فيه ولا ماشي بحال واحد عنده هذيك الريزيدنسيا ديالو وكلشي. دونك هي كاين اختلاف، ولكن غير هو اللي كنعرف انا هو شهاده السكنه. رغم ان المواطن المغربي البطاقه الوطنيه راه باين هو غتخلص الدمغه ديالك، تخلص داكشي اللي عليك وغادي تاخذ الباسبور. غير المساله ديال يعني ما غايجددوش، يعني كيبان لي شويه في شكل سلبيه. لا ما يجددوش ليه. نعم. قالوا لي خصك واحد المده بين ما عاوتاني يقدروا يصيفطوا شي وثيقه للمغرب يتاكدوا من شي حاجه. وديك الوقت واخا شحال كتاخذ ديال الوقت؟ ما عندي حتى شي فكره، حيت الباسبور نعم راه وثيقه ماشي سهله. لا راه صعيبه. فهمت ضروري. يقدر يكون شي القنصليه اللي عنده الصلاحيه تصاوب اي حاجه، فهمتيني. نعم سيدي. طلبوني باش يسيني شي تصريح على الشرع بانه دابا شوف تصريح على الشرع بانه ما فاتش نصاوب شي باسبور في المغرب ولا. حيت وقعت نفس القضيه. واحد الحاجه بغيت نقاطعك عليها، وقعت واحد القضيه هذه تقريبا شي 5 شهور. سمعنا ان القنصليه ديال الميري مثلا ما بقاش كتقدر تصيب الباسبورات الناس ديال الهوالبه، لان كتعرف الهجره السريه. المهم بعض الناس جاوا ما بغاوش يرجعوا، ف يعني ناض واحد النقاش وفي غضون واحد الاسابيع ورجعوا له كسبوا الباسبورات. فقلت واش المساله عندها علاقه بهاد الناس، واش حيت هاد الشيء دابا جديد؟ فانا صراحه هادشي ثار الانتباه ديالي، قلت نتصل نسول. لا سيدي دوك على حسب لاجون كيما قلت لك. الا كانوا كيحتاجوا شي معلومه اضافيه بان هذا السيد يقدر يكون عنده الباسبورات ولا شي حاجه والسياسه ديال القنصليه كنظن انا وحده. لا ما كاينش اختلاف ما بين بلاصه وبلاصه، حيت القنصليه راه بحال. لا بحال القنصليه. مع قلتي لي لاجونس، فانا بغيت نفهم واش حيت
كاين شي بنود كتختلف من بلاصه لبلاصه ولا شي مسطره بحال دابا يقدر اجون بحال دابا في فرنسا نعم هو مثلا هضره يقول لك بلاتي تنتاكدوا ما نصاوبوش لك الباسبور. فهمتك. ولكن الا هضرنا على اسبانيا بوحدها يعني طالما حيت عيط الرقم الاخضر ديال اسبانيا هذا لا عدد العالم كامل ديال العالم حيت طلع لي واخا سيدي اسمح لي لا غير بغيت نعرف زعما حيت فرنسا انا حيت دابا كان مقيم حيت المشكل هذا اللي طرا هنا في اسبانيا وبغيت نعرف واش هادشي زعما غيتمشى في اسبانيا كامله ولا غير فقط ديك المنطقه على شي ظروف. باش نشرح لك هادشي الاختلافات تيكون في القنصليه في شي حوايج اللي عاديين بحال دابا على بالنسبه لي مينور اللي بغاو يصاوبوا لي باسبور لي كارت ناسيونال شي قنصليه في الموعد شي قنصليه لا دونك فهمتيني هادشي كتبقى على حسب واش القنصليه كتكون عامره خاويه واحتاجوا يتاكدوا من شي معلومه راه من حقهم دونك شي حاجه اخرى راه ما كاينش غير هاد القضيه. لا انا متفق معك هو راه ماشي شي حاجه بعيده يعني ما عرفناش انا ما عرفتش علاش قال لي نسيني تصريح هذا الشرط يقدر يكون نيشان هو الوراق اللي عنده راك عارف الصراحه علاش قالوا ليه نتمنى ما تخرج شي حاله اخرى في بلاصه اخرى تقول نفس القضيه لان فعلا والله كنلقى بعض الاختلافات ماشي مشكل شهاده السكنه حنا عارفين القضيه واخا نقولوا حق ديالو كيقول لك انت تابع لهاد القنصليه باش تسجل نعم تسجل اول حاجه راه تدوز داك لونتروتيان مع الشاف دو بوست راه ماشي شهاده السكنه راه ماشي اللي كافيه راه يقدر التسجيل حتى هو راه عنده موانع عنده واخا فهمتيني راه ماشي راه واخا تكون ساكن تما عندك شهاده السكنه وكلشي راه لا ما قبلوش لك التسجيل راه ما تعجدد الباسبور. وكاين اللي ما عنده شهاده السكنه ودار الضمان وجاب معاه ورقه من النوطير ان السيده ضامنو هذه كتوقع هاد المسائل هذه طرح الحاله ديالو مع الشاف دو بوست اللي كاين في القنصليه. نعم لا هو داك الحوار ما كيدارش للاسف ما كيدارش الحوار ما بين زعما نقولوا حنا اجي الشخص هكا ولا المواطن ويجلس معاه ويتحاور معاه هادشي ما كاينش عندنا هنايا بلا قليل. وحتى القضيه ديال الضياع ديال الباسبور ملي كيضيع شي واحد الباسبور يعني رضع لك وانت ما عندكش اوراق كيطلبوا منك انك تمشي دير ديكلاراسيون كيفاش غادي انت ديكلاراسيون انت ما عندكش اوراق يعني راه بحال كتسمى معرض. لا واش السيد ضاع عليه الباسبور لا ما هضرتش عليه هو دابا حنا كنهضروا على الحالات زعما كاين شنو الشائع درت القنصليه كتسيني داك التصريح الشرعي بانه ضاع عليك لاجون تما كتجدد جواز السفر كدير التصريح الشرعي بانه ضاع عليك في القنصليه نعم هما ديك الساعه كيجددوا لك تما في القنصليه. وحتى واحد القضيه اخرى بغيت نضيفها واخا جاتني بغيت نكثر عليك هي قضيه ديال الثمن ديال الباسبور الصراحه كل عام كيرتفع الصراحه جاتني في شكل وبزاف الناس كتشكى وحق الله الا كتشكى يعني كيقول لك دابا وصلت ل 950 درهم الباسبور ما بقاش 500 درهم لا 860. وانا الام ديالي هذه تقريبا شي 2 اسابيع عطيتها باش زعما كاين عطيتها 100 الاوراق زعما منها فطار وكذا وهذه قالت لي لا راه جبت من جيبي. المهم دابا عطينا نعم في المغرب دابا ولات 500 درهم واخا داك السيرفيس ديال الترونسبور اللي كيترونسبورطا من المغرب هذا وخدمه القنصليه كلشي كيتزاد عليه داك الثمن كاين ولكن اسمك الله بعد ما عرفتش اسمي ديالك ماشي اشرف اشرف مشرفين خويا اشرف اسم على مسمى غير هو اللي بغيت اللي شويه ثاني في شكل لان راه شحال من مليون كاين هنا ديال الناس راه غرق ديال البشر لو كل واحد يخلص هذيك 500 لان الباسبور ديال الصبليون ها هو انا كنعرف اسبان الاصدقاء ديالي كبرت معاهم هنايا كيكونوا هما برا في الفرنجي وما كيتكلفش عليهم هذاك الضخامه رغم ان البلدان بعيده يعني في انجلترا غير بعيد على اسبانيا ولا في الميريكان بعيد على اسبانيا وما كيتقامش عليهم الصراحه كيبان ليا كثير بزاف واصلا حتى الفوائد ديال الباسبور حنا عارفين باسبور ولكن حتى الفوائد اللي غتستافد به ما جاي براسو علاش حيت انت ديال اسبانيا بعدا نقولوا بعدا حتى لا صور حتى لا كان يتقام 8 الاورو هانيه علاش فيه شي حوايج مزيانين. كاين المغرب للاسف يعني الصلاحيه ديالو فقط في الوراق وداك الشيء كامل. المهم ما نطولش عليك كنشكرك بزاف ونتمنى يا ربي شي تاويل ديال الخير ان شاء الله. بارك الله فيك خويا الله يعاونك. السلام عليكم.